الآن مشاهدينا إلى ضيفنا في فقرة خلف الأضواء لهذه الليلة، وهو المخرج عارف الطويل. عارف الذي قدم أنجح الأعمال الخليجية يراهن هذا العام على نجاح مسلسل يا ملكا قلبي، ليس لوجود مطربين ناجحين فيه فقط، ولكن لأن قصته مختلفة. مع عارف هذا اللقاء. يلا تعملوا لي بروفا بالله، بروفا. هو بالحقيقة في ظرف هو اللي فرض هذا الشكل الجديد للدراما، خليني أقول لك العربية. هلا نحن لما بنحكي على دبي، هو فعلا دبي هي من أكثر مدن العالم تقريبا اللي بتحوي تنوع بشري وسكاني. طبعا فيما يخصنا بتعرفي انه بالخليج او بدبي تحديدا بيعيش، ما في منطقة عربية ما بيعيش حدا فيها بالإمارات. فهذا إجا يعني هو شيء طبيعي للشيء الموجود أصلا. يعني الجنسيات اللي موجودة اللي احنا من القصص اللي بنناقشها بالمسلسل هي اوريدي موجودة وعايشة مو من سنة وسنتين وعشرة. يعني هلا انت بتلاقي في بعض العائلات العربية عايشة بالإمارات من 30 و40 سنة، حتى خلق جيل كامل من هدول العائلات العربية ولد هون بهي. فنحن عم نناقش واقع، هذا التنوع عم تعكسه الدراما اللي عم يفرضه واقع. بتآمن بالحب من أول نظرة؟ بآمن بالحب ما قبل النظرة. تلتي إنسان ما له ذنب. هو تنوع بشري بيعيش بدبي. بهذا التنوع انخلقت 3 قصص. هذا المسلسل بيرصد هدول ال3 قصص. عبيرة مو بكذابة، انتوا اللي عيشتوني بكذبة اسمها عليا. هلا صحيح في أكثر من عمل تقدم على بنفس السياق، لكن يعني هلا انا ما بوعد بدي اتفاخر انه راح تشوفوا كل شيء جديد بهذا العمل، اكيد لا. بس انا بضمن انه راح يشوفوا حكايه جديده ما سبق ان طرحت. راح يشوفوا طاقات فنيه، وبقصد على مستوى التمثيل يمكن يكونوا شافوها باعمال ثانيه، بس حيشوفوها بهذا العمل. انا بضمن انه حيشوفوها بنظرة تانية، بنظرة جديدة. ممكن توطي لي لا هون بدي يكون الصوت عالي مشان صوت التلفزيون لو سمحتي. ممكن توطي لي هالتلفزيون؟ بعتبر اللهجة موسيقى. يعني هلا انت حتى هون بالامارات بتروحي بكل إمارة لهم لهجة، وكل لهجة لها موسيقتها. بالساحل لهم لهجة، بالبر لهم لهجة. مثلا بسوريا مثل ما شفتي كل ضيعة وكل قرية وكل مدينة لها لهجة. أنا بعتبر هذا تنوع وهذا موسيقى. فلما نروح نسلط الضوء على هي اللهجات، طبعا من خلال هي اللهجات نحن عم نسلط الضوء على ثقافة، على عادات، على تقاليد. بالعكس أنا برأيي هيك أكثر تفصيل وأكثر مصداقية. لا ما تعيدي. قلتي متخلفة انت اسمعيها. لما انا بدي اتعامل مع الاستاذ فايز ولا الست شذا باسمائهم الكبيره وبنجوميتهم بعالم الغناء، لازم انا اكون امين على النجوميه اللي هن حققوها بعالم الموسيقى والغناء. فما حخليهم قدام الكاميرا تبعنا بالدراما يكونوا باقل من هي النجوميه وباقل من هي المسؤوليه. فنحن بالحقيقه بس اشتغلنا على التفاصيل بكثرة. اتناقشنا كتير، وطبعا بالحقيقة التجاوب اللي كان عندهم هو تجاوب كتير كان واعي، وتجاوب كتير كان مسؤول، وهن واعيين تماما لخطورة وعمق التجربة اللي هن بصددها، وبيعرفوا انه هو التمثيل هو مفصل هام من مفاصل تجربتهم الفنية عدا عن الموسيقى. فلذلك بتصور انه استمتعنا باكتشاف لحظات وتفاصيل حلوة، وهي المتعة بتصور حيحس فيها الجمهور.